السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوة والأخوات وإلى جميع متابعين قناتنا، أسعد الله مساءكم. الفيديو هذا سبيسيال للعياشة القرابيز اللي ما كيعرفوش الجزائر وما كيعرفوش العقلية ديال الجزائري. بغيت نوضح لهم بعض الأمور اللي عمرهم ما سمعوها على الجزائر، ونبينوا لهم الفرق بين العقلية ديال الجزائري كيفاش دايرة، وفي نفس الوقت حتى الجزائريين نعرفوهم على المجتمع ديال العياشة كيفاش داير. كاين بعض الاشياء بغينا نتكلموا عليها ممنوعة في الجزائر ومباحة في الزريبة. العياش، افتح لي هذوك الودنين اللي عندك واسمع مزيان. انا نوضح لك عقلية ديال الجزائري كيفاش دايرة، وانت ما عليك غير تسمع وخلي الكية في قلبك. نبداو اولا بمهنة مسح الاحذية اللي معروف بالزريبة بالسيرور. هاد المهنة المهينة كاينة في الزريبة وبكثرة. بنادم تلقاه في الزريبة يمشي عند السيرور يعطيه رجليه خانزين ويقول ليه مسح ليا صباطي عادي. وفي كل بلاصة في الزريبة تلقاهم موجودين. تلقى بنادم بشلاغمو يمسح الصبابط مقابل 2 ولا 3 دراهم. هادي راه كاينة في الزريبة بعادي. في الجزائر يا العياشة هاد المهنة ممنوعة وغير مقبولة نهائيا، ما كايناش اصلا. الجزائري محال حتى باش تلقاه يفكر يمارس هاد المهنة، ما يفكرش فيها. لو كان يعرف راسو يموت بالجوع وما يخدمش هاد الخدمة. 18 سنة وانا في الجزائر عمرني ما شفت شي واحد يمسح الصبابط في الشارع لعباد الله. هادي من المستحيلات. نشوفوا حاجة اخرى بالنسبة للمرأة الجزائرية، ما كتخدمش الفلاحة عند الناس. هادي ما كايناش في المغرب. لا، المرأة كتنوض مع الفجر تمشي تخدم عند الناس في مجال الفلاحة. هادشي في الجزائر ما كايناش. عمرك ما تشوف مرأة مشات تخدم عند واحد فلاح، ولا مستحيل هادي. كذلك كاين واحد القضية ديال الحمام. الراجل في الجزائر مي كيمشي الحمام كيلبس شورت وطويل. عيب كبير لو كان يدخل الحمام قدام الناس، سمحوا لي على هاد اللفظ، ما يدخلش بالسليب للحمام. في الزريبة عندهم هادشي عادي. الراجل كيدخل بالسليب ويطلق راسو الدنيا هانية داخل الحمام قدام الناس. زيد تاني، يوم الجمعة اللي هو في الجزائر يوم مقدس، كي تجي وقت الصلاة في يوم الجمعة الناس كامل كتغلق المحلات ديالها. هادي في الجزائر الحوانت كاملين يغلقوا، وحتى إلا لقيتي شي حانوت مفتوح وبغيتي تشري عليه ما يبيعلكش، يقول لك رجع بعد صلاة الجمعة، لأن في الجزائر وقت الصلاة عندهم مقدس، ما كيبيعوا فيه ما كيشريوا فيه حتى تكمل الصلاة. عاد الناس تفتح المحلات ديالها ويمارسوا النشاط ديالهم. في الزريبة لا الخوت، وقت الجمعة كلشي مفتوح، هاوي حالين، الريستورو حالة، كلشي حال، ناس تبيع وتشري عادي. نزيدكم تاني، في الزريبة عندهم المرأة كتسوق الموطور، الدراجة النارية سونطروا، مرأة كتسوقها عادي في الزريبة. تلقى البنت تسوق سونطروا ولا راجل مركب مراتو معاه في دراجة نارية نورمال، ما عندهم حتى مشكل في هادي. في الجزائر هاد القضية ما كايناش. عيب المرأة تركب مع راجلها في دراجة نارية، بغات سونطروا ولا فيسبا ولا. في الزريبة تلقى الراجل يركب مرتو ويديماري بيها نورمال، والولد يركب ختو وختو حتى هي تسوق وكامل يسوقوا عادي. نشوفوا حاجة أخرى، مثلا تمشي للحانوت تشري شي حاجة وتلوح ليه الفلوس في الكونطوار، يعني ترميهم. في الزريبة عندهم هاد الشي عادي، يشد الفلوس ويسكت، ما كاين حتى مشكل. في الجزائر هادي ما كايناش. حذاري المغاربة اللي راكم جدد في الجزائر وما كتعرفوش هاد القواعد. عندك يا وليدي تدخل لشي حانوت تشري وتلوح ليه الفلوس في الكونطوار، نوعدك باللي تلقى سنانك شدهم في ايديك. في الجزائر هاد الطبيعة الخايبة ديال ترمي الفلوس لصاحب المحل، هادي كتعتبر عند الجزائري قلة أدب وإهانة. الفلوس في الجزائر تمدهم لصاحب المحل في يدو باحترام. قلنا في الزريبة عندهم هاد الشي عادي، بنادم ترمي له الفلوس. هادي كملنا منها. نشوفوا نقطة أخرى، مثلا يجي شي واحد توريس للجزائر ويمشي للوطيل ويقول لصاحب لوطيل شوف ليا شي خدام يهز ليا الأمتعة ديالي للغرفة. هادي ما كايناش في الجزائر. الأمتعة ديالك طلعها بوحدك.
هذه بالنسبة للجزائري كتعتبر إهانة للعامل. عمرك ما تستنى شي واحد جزائري يهز لك الحقائب ديالك، إلا في حالة واحدة، إلا عاونك من جودو، كنت مريض عندك ظروف، هنا ممكن يساعدك ويهزهم لك، ما كان حتى مشكل. ولكن باش تفرض عليه باش يهز لك الأمتعة، هذه راه من المستحيلات. في الزريبة هادي عندهم عادي خدام في لوطيل يهز الامتعه ديال السائح ويوصلهم حتى الغرفه، هادي داخله في الخدمه. وحتى في الاسواق كاين ناس كتخدم تهز لك القفه توصلها لك السياره ديالك ولا للبيت وتخلصوا، عندهم عادي هاد الخدمه. نشوفوا حاجه اخرى، مثلا تدخل القهوه في الجزائر وتقعد حدا الناس ما كتعرفهمش وتعطيهم بظهرك، هادي في الجزائر عيب تعطي لشي واحد ظهرك. الجزائري ما كيقبلش لبنادم يعطيه ظهره، كيعتبرها إهانة. في الزريبة عندهم هادي عادي، اعطيه ظهرك ولا اعطيه حتى حاجة أخرى، ما كاين حتى مشكل. وكذلك تكون جالس في القهوة وتعيط للسيرفور وتبست ليه، تعيط له است، هادي في الجزائر ممنوعة. عيب تعيط لشي واحد بطريقة تبست ليه. إلا بستي للسيرفر في القهوة يجي يقلب عليك ديك الطابلة، ما كيتقبلهاش. في الزريبة عندهم عادي تبست ليه ولا تصفر ليه ولا تغوت ليه، ما كان حتى مشكل. يجي عندك ويقول لك اشحب بالخاطر، ما كاين حتى مشكل. نسيت واحد النقطة أخرى اللي هو الكيف. في الجزائر إلا شدوك تكمي جوان في القهوة ولا في الشارع أخلات عليك يغبرك مباشرة تمشي للحبس. في الزريبة عندهم عادي تكمي الجوانات داخل القهاوي، ما كاين حتى مشكل. وكيجي المخزن يدخلوا للقهوة يشموا ريحة الكيف نورمال، يديروا دورة خفيفة ويمشيو في حالهم. المهم هذاك اللي كان يكمي خاصو يستر هذاك الكارو قدام المخزن ما يبينوش، هذا ما كان. بزاف قهاوي تما في الزريبة الناس كتحشش فيهم بشكل عادي، وكاين مقاهي اللي عندهم الرخصة الناس تحشش فيهم، تلقى السبسي داير حالة. في الجزائر يلقاو عندك غير مرسو صغير راك تدي عامين ولا 3 سنين حبس، هادي راه ما فيها حتى شك. الكيف ممنوع منعا باتا في الجزائر. كذلك التحرش بالنساء في الجزائر ممنوع. يا ويلك الا تبعتي شي وحده في الشارع وغوتت عليك وقالت للناس راه يتحرش بيا، عرف راسك باللي غادي تاكل العصا بكل انواعها، وخاصه اذا كنت اجنبي ومشيت تتبع شي وحده، وحق الله غادي تندم على النهار اللي جيتي فيه للجزائر. في الزريبه هاد الشي عادي، التحرش داير حاله، تلقى بنادم لاصق في وحده ويديرونجي فيها وحتى واحد ما كيديها فيه، الدنيا هانيه والسما صافيه. كذلك مثلا تعيط لشي واحد وتصفر ليه، هادي في الجزائر غير مقبوله. الا عيطتي لشي واحد وتبقى تصفر عليه غادي تسمع منه اللي ما لا يرضيك. في الجزائر عندهم تصفر للكلاب فقط. في الزريبه عندهم عادي تصفر لشي واحد يجيك نورمال، هذه سالينا منها. كذلك قضيه الطاكسي، تحبس طاكسي تكون فارغه يقول لك ركب القدام، وكي تركب القدام دير السمطه اللي هو حزام الامان، وإلا رفضتي ما بغيتيش ديريها او ترفض ما تجلش القدام غادي ينزلك مباشره، يا دوكا تعرض عليه ما نعرف شنو. الحزام الامان ديرو بزز منك لانه قانوني ومفروض في الجزائر. في الزريبه لا، طاكسي فارغه تحبسها تركب في الخلف، عندهم هاد الشي عادي، والحزام الامان بغيت ديرو ولا ما ديروش كيف كيف. والمراه في الزريبه كتركب حدا راجل ما عندهم حتى مشكل. في الجزائر لا، عيب. زيد كذلك القهاوي في الجزائر ما تلقاش فيهم العيالات جالسين مخلطين مع الرجال، هذه ما كايناش. كاين قهاوي اللي ما يدخلوهمش النساء نهائيا، وكاين قهاوي اللي فيهم جناح عائلي، يعني العيالات كيجلسوا بوحدهم ما كيتخلطوش مع الرجال، الرجال ما يشوفوش العيالات والعيالات ما يشوفوش الرجال. في المغرب لا، عندهم المراه تدخل تجلس في الطابله حدا راجل تشرب قهوه. السلام عليكم. كما كنتوا تسمعوا السيد هذا مغربي او يصرح الفرق اللي بين المغرب والجزائر. يا المغاربه الجزائر ديما فور عليكم مهما يكن، سواء درك ولا زمان.
المهم تحية الجزائر وربي يرحم الشهداء. وما ننساوش نحيي صديقي الغالي صديقي الطاكوس. بسلامة.